أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وجيد درس ويست ساعة من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. نبض مثلا باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. مثلا أكون سميتير كتاب الرسالة من الكتب العظيمة في الفقه الإسلامي. هي خلاصة فقهية مركزة مؤصلة مكولوال إديوسان لكتاب الرسالة يسعى نظار غير القرآن الكريم، نغي يسعى نظار غير السنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، ذاك المقصود الأساس ينصرف إلى الإيمان. الإيمان تصديق بالقلب أو إخلاص بالقلب، وإقرار باللسان أو قول باللسان، وتطبيق أو فعل تطبيق بالجوارح والأركان. شو المعنى؟ الإيمان أمكانيس تقول خاطر الإيمان في القلوب. الإيمان ماشي الجيلس يلس الترجمان، ولكن الإيمان أساسا يزدغ أول تصديق بالقلب. وكي الشرط أساس الإيمان اللي قد يزدغ أولاون من بعد يسترجمان، وإقرار باللسان. أدي فاضكيلس لو كاد يسيون مثلا ذاك فريو يبغى يكشمث الإيمان، يكشمث الإيمان يكشموليس ذاش استينيم استينيض الشهر باش نزار جديد نسلم إلى قد يني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ميدينا ولاقي تجري عليه أحكام الإسلام. أذ يغال ذي مثلا ربي ناد إنما المؤمنون إخوة. وقيل معنى إقرار باللسان إلس ذي الترجمان بين إزغن أولاون. من بعد تطبيق بالجوارح والأركان. ماشي غادي لا اله الا الله محمد رسول الله وريت ظاله وريت صوزوم وريت عشير وريت خدم والو امشي هكا. نكري ثورا غادي يهضو ربي نسعافن ذي نسلمان شهيدا تخصت نسيوا الظليث اكد رمضان اكد العشور اكد الحج. هيا اخي كي قارن شين ما يخصني والو، انا هاك قلبي نظيف ولي وزدي تخصي سوا تظليث يرسى مشطوح أكد رمضان خاطر هالشيخ الشطاح سلتو ما تقول بذو أكد العشور. العشور مشي كيصدق إن كاين السفري غادي يسوي قليل سفكي جامي أمشي كاشو العشورين يقليل صن نسيس عاوز مسكين إذا الحج شو الحجاجي وين يبغى يحوج هذا يحوج كان داكي ثموثيس صار مشي هذيك الشماغ ديك الفهمه اشكيت. طبعا مدينه غاشكيت معنا فيريز ماشي معنى اشكيت ني غا ندس فروني سينا مذياس في الظليت وكذا كي تصوزو من وتظلام اي بورتون تظليت لساس الدين اكيد النبي عليه الصلاه والسلام عماد الدين. إلا يسال المؤمنين يوانرو في الوقت كي ذهن الله ما تشكين عودة تظهروا إن سلم ورنت ظالة السوق ما يعمر ذي يفرو غس ما يزن سلغنا. إذن تصديق بالقلب وإقرار باللسان وتطبيق بالجوارح والأركان. ثم نكمل أن الله إله واحد. طبعا ثقي ما زلنا في الكلام الأولي اللي ذكره صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني يزواد في التوحيد خاطر سيد الساس أن الله إله واحد
إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إشارة إلى قوله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أي غردني غاولاكي باش كتزرم باللي كتاب الرسالة مؤصل، وأكد على هذا باستمرار. أكوين ديوسان لكتاب الرسالة يسعى نظر إما القرآن إما السنة إما يسن أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. تلقاك بوتيد إشارة إلى الآيات البينات في آية الذكر الحكيم. لا شبيه له، رسالة شبيه ربنا في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن ولا نظير له، لا ند له، لا ضريب له، لا شبيه له، ولا ولد له رسالة دريا، ولا والد له رسالة بفاس لم يلد ولم يولد، ولا صاحبة له رسالة مطوط بشويجارة، ولا شريك له يوكد، يعني يفكد جملة من التأكيدات. بعدين ليس لأوليته ابتداء، ما الله هو الأول معنى ولا شيء قبله، وهو الآخر لا شيء بعده. هذه أمور في عمق العقيدة، ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذن ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ليس كمثله شيء. ورب سبحانه وتعالى: كل من عليها فان سوى ربي الذي يبقى وهو حي لا يموت. لا يبلغ كنه صفته الواصفون. كاين يبغوا بنادم يسن يفهم يسعى مسلم ما يقدرش يحيط بأوصاف الله عز وجل، لا يستطيع. وقال كان الأبصار ربنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يمكن. لذلك لا يجوز التشبيه ولا التمثيل ولا التجسيد. سميضارات تشبه ربي سبحانه، حاشا. الأسماء والصفات سيأتي البيان ينس في الدرس ديال إن شاء الله تعالى. وزمادين ربي مقرنش بذرار، لا يجوز. وزمادين يكل الأوصاف يكل هذه ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك. أين ديوسن تقول لغي خاطر سبع ليس كمثله شيء. لذلك الإمام علي رضي الله عنه هو سمسنا: صف لنا ربك. هي غردين ذا لا يبلغ كنها صفته الواصفون. سيد علي ننس صف لنا ربك وصفي فيد إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء، ليس كشيء في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحيط بأمره المتفكرون. ربي أمرنا بالتفكر والنظر والتدبر أكثر من 1000 آية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أو داك لا غمقران ديال الدنيف كان يبغوا يخمم عملاق مبدع مفكر، ولكن أريد الزميران يحيط بأمر الله سبحانه وتعالى. إن يعتبر المتفكرون بآياته، المتفكرون يعتبرون بآياته، معنى كلما نظروا اعتبروا، كلما نظر اعتبر، مفردا أو جماعة، فردا أو جماعة. العزمي قوالا غيكلوان يعتبر ذي وحد ربي، ما يولا غيثران ذي وحد ربي، ما يولا غيطيج ذي وحد ربي، ما يولا قور ذي وحد ربي، ما يولا البحر ذي وحد ربي. هكذا نعتبر، يعني نقرأ كتاب الله المسطور والمنشور، المقروء والمفتوح.
كما قال القرآن في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، معنى لا يتفكرون في حقيقة ذاته. لا، أبو بكر الصديق: الناس عرف لنا ربك. كيف عرفت ربك؟ الناس عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. قل كان جواب حدد بوال سيد علي السلاماس: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، إلى آخره. الإمام مالك أيضا سئل وستسمع الجواب بعد حين، شيء عجيب ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك. ولا يتفكرون في مائية ذاته أي في حقيقة ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلم إلى العلم سوى ربي في سنن فقط، إلى العلم زرنت سوى الملائكة بعد ربي سبحانه وتعالى، إلى العلم زرنت سوى الرسل، إلى العلم زرنت بعض الرسل، إلى العلم زرنت فقط العلماء كبار العلماء، إلى العلم زرنتكم الدم إلا هكذا. وربي: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل شيء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ذلك إشارة إلى آية الكرسي إذ يستند سورة البقرة الآية 255 سنسياك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخره. إشارة إلى هذه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا جزء من آية الكرسي. رب سبحانه عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، بعدين سيأتي واحد البيان المفصل بعد حين سنعود إلى هذا. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، معناه لا يثقله شيء لا يعجزه شيء. ربي زمر كلش، حفظهما وهو العلي العظيم يعني السماوات والأرض وما بينهما وما حملت السماوات والأرض. بعدين العالم الخبير، عالم علمه مطلق، علمه أزلي. الخبير خبرته أيضا بالخلق وبما أوجد وبما أحدث أيضا بلا حدود وبلا سدود. المدبر ذي رحمة ربي القبائل سنان العبد ذي تحبير ربي يدبر العبد بالتفكير والله بالتدبير. المدبر القدير السميع البصير. القدرة متعلقة بجميع الممكنات والله لا يعجزه شيء، لقوله تعالى في سورة ياسين الآية 82: ربي ند إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن القدرة متعلقة بجميع الممكنات، والسماع متعلق بجميع المسموعات، والإبصار متعلق بجميع المخلوقات الموجودات. إذن المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، هذه كلها أوصاف رب العزة جل جلاله. سنذكر تفاصيلها إن شاء الله في الدرس القادم، بدنا التفاصيل الدرس دون. وأنه فوق عرشه المجيد الشريف. هذه الفوقية فيها تفاصيل ذكر العلماء، فوقية مادية فوقية معنوية، الكل ذلك واقع إن شاء الله، ونترك ذلك لعلم الله عز وجل المطلق بذاته، المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، في كل مكان بعلمه. معنى كما سأذكر أيضا واحد الكلام مختصر في النهاية يشمل كل هذه المعلومات بعلمه. ربي يزرى كلش، يحصى كلش. لا تفضل السين خذ من العقل السين وراهم الشهود، لكن لا ربي يلا ربي يكفي هذا. وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان، ربي خلق دمذان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. إشارة إلى سورة قاف الآية 16. أما كدينا ربي سبحانه في هذه السورة العجيبة سورة قاف: إن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرق هذاك اللي راه في بطن نتاع العنق. بعد المدينة: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. مما تغلي ذاك ورقتك سي التجرة سي الزيت سي الزمور ربي حصات
لما يخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. هكذا عقال ولو كان يشتكيريز أقل، يعني في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، يعني لا رطب بين اليابس، يعني لا يخفى عليه شيء إلا في كتاب مبين، يعني في علم الله المطلق. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى ذكي، وعلى الملك احتوى. ما معنى ذلك؟ على العرش استوى، ربي استوى على عرشه، هذا أمر معلوم. الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة عالم المدينة. اسم السقسان كيف استوى ربك على العرش؟ الرحمن على العرش استوى كما في سورة الرحمن. أشو سينا إن الاستواء معلوم والكيف مجهول. الله أكبر. إفكا ديوم بوال لا حدث بوال يمدينا لثيرا وعلى الملك احتوى، بمعنى ربي سبحانه أحاط بعلمه كل شيء، كل شيء علم الله مطلق. لذلك نقول كلام الإمام مالك يضاف إليه كلام باقي العلماء يلخص لنا كثير من المعاني. ماذا يقول؟ الرحمن على العرش استوى، اللي غنقول قبل حين ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك. وزما دين ربي استوى على عرشه ما كان يونسي وين يقيم الكرسي يسند العرش خاطي. كل هذه الأفكار بعدها أشو سنينا إنس الله استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، لأن الله تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عن ما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. والسلام عليكم.